اول تمرين عندنا هي تمرينه الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، وهي ببساطه شديده تمارين كثافتها عاليه بس متقطعه. فوائد الهاي انتنسيتي كتيره، منها انها بتنزل الدهون وبتسيب العضل في الجسم اكتر من الرياضات التانيه اللي زي الجري. اول تمرين عندنا هي الهاي نيز. الهاي نيز هجري في مكاني على مشط رجليا زي ما دنيا هتورينا. هحرك ايديا عكس رجليا، اهم حاجه ظهري يكون مفرود. هبص قدامي وهتنفس. هعمل 10 عدات، هبتدي اسرع بعد الخمسه. 3 2 1 ستوب. تاني تمرين عندي هي تمرينة البلانك ووك. ببتدي الاول وانا واقف، بنزل تحت على طراطيف صوابعي وايديا لوضع الثبات زي ما دنيا هتورينا. انزل تحت، هقف ثانيه قدام. اهم حاجه عندي ان انا وانا راجع المس طراطيف صوابعي، وهطلع تاني. هعملها 10 عدات، كل مره ظهري مفرود، ما انساش اتنفس، المس مشط رجلي وارجع تاني. 3 هايل. 4 المس مشط رجلي. 5 لو حسينا انها سهله ممكن واحنا تحت في وضع الثبات نزود واحده ضغط. هايل. 6 7 كويس، ما انساش اتنفس، برافو. 8 هايل. 9 اخر واحده. 10 برافو. ستوب. تالت تمرين عندنا هي السكوات جامبس. السكوات جامبس ان انا هنزل في وضع السكوات اللي هو الوضع الطبيعي للجسم. عايز اركز الحمل كله يكون على كعب رجلي، مشط رجلي يطلع فوق، الركبه ما تعديش مشط رجلي. اهم حاجه ان ظهري يكون مفرود. هبتدي اطلع وهنط نطه مع الطلعه. هنزل تحت، هعملها 10 عدات. 2 3 عايز اتنفس في كل عده. 4 5 6 هايل. 7 8 9 10. اخر تمرين عندنا النهارده هي الستاتيك بلانك، اللي هو هثبت في وضع الثبات بتاعي وانا قاعد على الارض. هشيل ركبتي من على الارض. اهم حاجه ان ايديا تبقى تحت كتفي، ظهري مفرود، وسطي مش طالع ومش نازل. هبص قدامي، هعد لغايه 10. 1 2 3 اتنفس. 4 5 6 عايز احس بعضلات بطني وظهري شغالين. 7 8 9 10. ستوب. ما انساش ان انا وانا في وسط التمرين اشرب ميه عشان اعوض الميه اللي الجسم بيفقدها خلال التمرين. هنكرر تمرين الهاي انتنسي من 3 ل 4 مرات في الاسبوع، وما تقلقوش، شيء طبيعي ان اول مره يكون في تعب، ولكن مع المواظبه على التمرين هنلاقي فرق في مستوى الفتنس عندنا والتعب هيقل. وعلى فكره التمارين دي ما بتاخدش اكتر من 5 دقايق وممكن تتعمل في اي مكان. وما تنسوش تبعتوا لنا اسئلتكم على فيسبوك وانستغرام على هاشتاج اخترت صحتي.